السلام عليكم. العكاوي بالطريقة دي اعمليها وبإذن الله هتحبيها. عايزة اقولك ان العكاوي من الشرب التحفة جدا جدا اللي ممكن تعملي بيها كل حاجة، بس خاصة المحشي بتبقى في حتة تانية. سواء بقى هتسيبيها بالشكل ده وهتبتدي بقى تقدميها، او هتدخليها في الفرن وزي ما عملت انا كده تنشفيها، حاجة كده قمر جدا جدا وهتعجبك جدا ومش هتبطلي بالطريقة دي تعمليها. يلا بينا على التحضير ونشوف الطريقة عملناها ازاي. قطعة من الزبدة يلا هاتيها، وشوية كمان معاهم كده من الزيت ابتدي نزليه. وهاتي العكاوي بعد ما قطعتيها كويس وغسلتيها كويس بالدقيق والملح والليمون كمان، عشان المنطقة دي الحتة دي بالذات بتبقى فيه زفارة شوية، فاحنا بنغسلها كويس جدا جدا. تمام، مش زي اللحمة. هاتي بقى ورق لوري وابتدي نزليه، وكمان جزرايه وابتدي قطعيها، وكمان فصين 3 من الحبهان نزليهم، وكمان عود قرفة بس ما تكبروش، خليه صغير يعني بسيط كده، مش كبير قوي، عشان بس النكهه ما تبقاش عاليه قوي معاكي. وعلى الجنبين ابتدي شوحيها تاخد لون بالشكل ده كده. تمام، والميه المغليه تكوني مجهزاها وتبتدي تنزلي عليها. تمام، شايفين انا بحاول اديها لون حلو قوي، وبعدين ابتدي انزل بالميه المغليه بتاعتي لحد ما اغطيها. اي حاجه بقى على الوش كده تبتدي تطلع، تبتدي بقى تشيليها كده بمصفى ولا حاجه، ابتدي تشيليها، وبعدين ساعه كده وعلى النار سيبيها. هاتي كده طاسه وابتدي كده 3 4 بصلات زي ما انت حابه، ابتدي قطعيهم جوليان بالشكل ده. هنا ببتدي اطلع العكاوي بالشكل دوت. شايفين الشوربه بتاعته تحفه جدا، عايزه اقولك انها خطيره جدا. تمام، هاتي بقى كده الوك زي ما اتفقنا، ونزلنا كده بالبصل الجوليان، وقطعنا كمان فلفل حلقات بالشكل ده. ابتدي انزلي بيه وملح وفلفل اسود، ابتدي كده تبليه وقطعي، وطماطميتين كده ابتدي قطعيهم برضو نفس الكلام جوليان بالشكل ده، وغطيهم شويه لحد ما يدبل الكلام ده كله مع بعضه. وبعدين ابتدي بنزلي بالعكاوي عليه. تمام، احنا سوينا هنا العكاوي 3/4 سوا، وهنا كده هنخلطها مع الخليط ده كده، ونسيبها برضو شويه يعني تشرب من الخليط ده. حطي بقى ملح وفلفل اسود، ولو حابه تحطي بهارات لحمه حطيها، لو مش حابه تكتفي بالفلفل الاسود بس تمام جدا. تمام، وبتبتدي تقلبيها بالشكل ده، وغطيها بقى لحد بقى وكوبايه من الطماطم الفريش انزلي عليها، وكمان كوبايه من الشوربه عليها كده، وسيبيها كده تتسبك مع بعضيها شويه كده. ولحد هنا عايزه اقولك لو مش عايزه تدخليها الفرن ممكن تكتفي بالمرحله دي. تمام، الفرن هتكون سخنه جدا، هتدخليها 10 دقايق وبالشكل دوت هتخرجيها. ما شاء الله عليها تحفه جدا. لايك وشير اوعي تنسي. اشوفك في فيديو جديد، مع السلامه.